بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبنا متابعين قناة أطباق شهية، متابعين الأعزاء في جميع أنحاء العالم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عملت لكم كب كيك. طبعا طريقة الكيكة اللي هي كيكة السبع معالق. تابعوا الفيديو للأخير، ولا تنسوا حبايب الاشتراك في قناتي، لا تنسوا تعملوا لايك وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله، وإن شاء الله هاي الكيكة تعجبكم. ويلا مع بعض نبلش بمقادير الكب كيك. أول إشي بنجيب الخلاط الكهربائي، وممكن بدون خلاط بصير. بتحطوا فيه بيضتين أو 3 بيضات. بعدين بنحط عصرة ليمون، طبعا عصرة نص حبة ليمون كاملة بنعصرها. بنحط معلقة صغيرة فانيلا سائل أو بودرة. بنحط 7 معالق كبيرة سكر. زي ما حكيت لكم هي كيكة ال7 معالق. بعدين بنحركها كويس. يعني حوالي دقيقة بنحركها بالخلاط. هسا بنحط 7 معالق كبيرة زيت قلي. وهسا بنحط 7 معالق كبيرة حليب سائل. طبعا هذا الحليب هو عبارة عن حليب ناشف، وأنا حليته بمي. هسا راح نحركه كويس. هسا بنجيب صحن كبير وبندير فيه الخليط اللي عملناه بالخلاط. هسا طبعا راح احط 7 معالق كبيرة طحين، وضروري جدا تنخلوا الطحين.
هاي 5 6 وهي 7 معالق. هسه بنجيب بيكنج باودر معلقة كبيرة، بنحطها طبعا على الطحين وبندخلهم مع بعض. هسه بعد ما نخلناهم راح نجيب المشبك اليدوي ونحركهم مع بعض. وهون بعد ما حركناهم هسه بنجيب قالب الكب كيك. هسه بنجيب ورق الكب كيك وبنحطه في القالب. هسه راح نبلش نحط خليط الكيك. طبعا زي ما انتم شايفين انا بحط لغاية نص القالب، بس لا تملوه كتير عشان راح ينفخ معكم الكيك، فهيك يعني تمام. بس لنصه. بنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وهيك بعد ما خلصنا الكمية راح احطه على الفرن بدرجة حرارة 180، وطبعا تقريبا من ربع ساعة لثلث ساعة باخد معكم. حطيته اول اشي من تحت تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، وبعدين حمرته شوي من فوق. وهاي الكب كيك عنا جاهز. لا تطولوا عليه كتير بالفرن لانه بسرعة هذا بيستوي يعني. هون بعد ما برد شوية يعني اتركوه يبرد شوي عشان تقدروا تشيلوا الورقة عنه.
شايفين ما احلى شكله. هسه رح اورجيكم من جوا كيف هش ومستوي. اذا عجبتكم الوصفة يا ريت تشتركوا في القناة وتدعموني، تعملوا لي لايك، وتخبروا كل حبايبكم عن قناتي. وإن شاء الله استنوني بوصفات جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.